يوم من الايام كان في ست بتحب ابنها جدا، وكان سعادتها في الحياه انها تربي ابنها، ولكن للاسف ابنها تعرض لمرض صعب جدا ادى الى وفاته. الست اتجننت وبقت عايزه تعمل اي حاجه عشان ترجع ابنها، والعياذ بالله مش قادره تستحمل. دلوها على حكيم في القريه وقالوا لها هو ده اللي عنده الحل، وراحت للحكيم وقالت له اعمل لك اي حاجه بس رجع لي ابني. الحكيم كان متاكد ان هو استحاله يرجع ابنها، بس ما كانش قادر يقول لها الجمله دي بصراحه. فقال لها بصي هرجع لك ابنك بس تجيبي لي الحاجه اللي انا عايزها دي. عايزك تجيبي حبه خردل من بيت من القريه لم يصبه الحزن اطلاقا، ما دخلوش الحزن خالص. وجريت الست تدور على البيوت وقررت انها تخش اول بيت وتسال الست وتقول لها عندك حبه خردل؟ قالت لها اه. طب البيت ده زاره حزن قبل كده؟ فبصت لها الست نظره استغراب وقالت لها ان البيت ده ما مرش عليه لحظه فرح، وبدات تحكي لها عن جوزها اللي فقدته ومات، وعن الاطفال اللي هي بتحاول تربيهم وتاكلهم، وعن العفش اللي باعته والقروض اللي خدتها. حياه ماساويه. وساعتها الست اتاثرت جدا بحكايه السيده اللي قابلتها جوه البيت، ومر اليوم كامل وهي بتحاول تطيب خاطرها. خرجت اليوم التاني على بيت تاني وتخبط على البيت وتقابل ست تانية لقصة أصعب وأصعب، تقول لها إن هي فقدت أكتر من ابن ليها، وإن للأسف مش لاقية حتى حاجة تأكل عيالها، لدرجة إن الست اللي بتمر عليهم دي قررت إنها تطلع تدور على أكل في البيت وتجيبه عشان الأطفال دول ياكلوا. لبيت ثالث، لبيت رابع، وبعد فترة طويلة جدا بدأت الست دي تروح تزور دي وتزور دي وتزور دي، وبدأت تنسى حبة الخردل. صدقني والله العظيم الحزن اللي موجود في حياتك والوصفة اللي عملها الراجل الحكيم ليها انك لازم تكون متأكد ان الالام اللي في حياتك ممكن تكون قليلة قوي عن الالام اللي في حياة الناس التانية. ولو انت زرت كل البيوت اللي حواليك هتلاقي والله العظيم الام واوجاع ممكن تكون ما انتش مستحملها. ومش معنى كده ان انا بقول لك ارضى وانت ساكت، ومش معنى كده ان انا بقول لك استحمل وخلاص، بس صدقني والله العظيم عمرك ما هتنسى الوجع اللي انت مريت بيه ولا الالام اللي انت ما انتش قادر تستحملها غير ما تقول الحمد لله. الحمد لله والله على عطاء والمنع. الحمد لله يا رب ان الحاجات اللي موجودة في حياتنا ممكن تكون قليلة عن ناس تانية ممكن تكون مستحملة جبال. قل اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب على كل نعمة اديتها لي في حياتي، واحمد ربنا على المنع، وإن شاء الله ربنا يزود لك العطاء.